قبل ما اقول لكم مباريات الغد والحكايه والروايه لازم نقول بسرعه جدا ان والتر بواليا لاعب الجونه الرائع الزامبي الجنسيه قد وقع للنادي الاهلي. الحقيقه من خلال صديقنا في الاعداد بسام ابو بكر كان هناك اتصال بولتر بواليا وتحدثت معاه عشان اقر واقع. هل انت جاهز لتمثيل النادي الاهلي؟ لا انا جاهز جدا. هل في النادي الاهلي ستحقق احلامك؟ ان شاء الله هعمل كل مجهودي مع النادي الاهلي وطموحاتي كبيره جدا في هذا الاتجاه. يعني دردشه الحقيقه كانت سريعه لانه كان معاه وكيل اعماله حسام الزناتي او المدير، انا اسف، المدير الرياضي للجونه الكابتن حسام الزناتي، وكان بيستعجلوا ان هو ينهي المكالمه لسبب او لاخر، مفيش مشكله. لكن في النهايه اصبح والتر بواليا اللاعب الرائع في نادي الجونه اللي له لقطات قدام حضراتكم، هو لاعبا في النادي الاهلي. برافو، احيي النادي الاهلي وادارته على هذه الصفقه. صفقه تبدو من الوهله الاولى اضافه كبيره جدا جدا للنادي الاهلي. هو مهاجم من المهاجمين الشرسين على مرمى المنافسين، عنده سرعات جيده جدا، بيجيد اللعب بكلا قدميه، عنده اختراقات زي ما احنا شايفين كده بعنف وبقوه وبقسوه. لاعب مكسب كبير للنادي الاهلي. يبقى ان النادي الاهلي مشكله صغيره انه لازم يمشي حد. الحد ده هو جيرالدو ما زال يصر على اما تدوني ال3 سنوات بتوعي او انا قاعد، وهذا حقه. في هذا التوقيت الاخ امير توفيق الشاطر مدير التسويق في النادي الاهلي بيدور له على عرض مناسب يرضي هذا اللاعب. لعيبه الاجانب بتبقى شاطره قوي في الحته دي، او بعضهم يعني بعضهم. لكن خليني اقول لكم الاول عن والتر بواليا ده ان هو عنده 25 سنه، وان هو انضم سنه 2019 في يوليو تحديدا، يوليو 2019 يعني السنه اللي فاتت، انضم من نكانا ريد ديفلز الزامبي. لعب مع الجونه يا جماعه 35 مباراه، سجل خلال ال 35 مباراه دي 16 هدف، منهم 3 أهداف في الموسم الحالي من 5 مباريات. يعني لاعب مهم، لاعب هداف، لاعب يعرف الطريق الى المرمى. لو هتقول لي هيلعب في النادي الاهلي مكان مين، اقول لك اي حاجه في ال3 اللي هم تحت راس الحرب. يلعب ورجل على رجل. وخلي بالك نوعيه اللاعب ده والتر بواليا ده، دي نوعيه ما تعرفش غير الشغل. هو حياته كلها العمل، وجاي من بلاده عشان يثبت جدارته ويبحث عن عرض اوروبي بعد كده، وفي نفس الوقت ياخد مستحقاته بالدولار ويسعد النادي اللي هو تعاقد معاه. انا اتصور هذا اللاعب رقم 11 اضافه عظيمه للنادي الاهلي، وهيضع اللعيبه اللي بتلعب تحت راس الحربه في حرج شديد، لانه مؤكد هياخد مكانه في التشكيل الرئيسي والاساسي. ده مش جاي من بره لسه هيجرب، ده عندنا هنا من يوليو 2019 بيلعب، حفظ التيمه المصريه، حفظ الاداء المصري، حفظ الفرق المصريه كلها، وبالتالي مش هيبقى زي بعض اللعيبه اللي جم من بره على هنا على طول زي جيرالدو او زي بادجي او غيره. لسه بيجرب الاجواء وبيجرب اللعب في الدوري المصري. لا ده حافظ. وبص الترقيصه يا جماعه، لعيب، لا لعيب 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 لعيب. يعني انا جايب لكم لقطات الحقيقه مع صديقنا احمد عبد الظاهر المخرج، تشوفوا لاعبكم الجديد. انا بكلم جمهور النادي الاهلي وكمان بكلم جماهير الانديه الاخرى ان اللاعب ده هيلعب قدامكم. لاعب قوي، لاعب مكسب، وادي صورته بالتيشيرت الاحمر، يعني بيحتفل وبيوقع وبيكيش ده مع امير توفيق طبعا. ببارك للنادي الاهلي اكيد مجلس ادارته، وببارك للشاطر امير توفيق اللي بيعرف ينهي الصفقات في هدوء شديد جدا. واتصور ان شاء الله ان النادي الاهلي على اعتاب اداء هيبقى فيه جزء مش قليل من الاختلاف في الشق الهجومي، باضافه لاعب بسرعات وقدرات وشراسه هذا اللاعب الزامبي والتر بواليا.
نرجع نقول انه جيرالدو هو الوحيد اللي هيتشال من القايمه. هل جيرالدو، طبعا هو امير توفيق دلوقتي بيبحث له عن عرض، وامير توفيق رايح الامارات عشان يجيب الملابس والحكايه والروايه، ربما يبحث له عن عرض هناك في الامارات، ربما. في كل الاحوال بعض اللاعبين، بكمل الجزء اللي ما كملتوش في كلامي، الافارقه بيبقى معاهم، هم اذكياء بطبيعتهم، وبيبقى معاهم وكلاء اكثر ذكاء، وبيضرب على الوتر اللي هو يوجع. انا ما اعرفش هل اداره النادي اتفقت معاه قبل الاتفاق مع والتر بواليا او لا على انتقاله الى احد الانديه. لم يعلن النادي الاهلي عن هذا الامر. اذا اتفقت معاه يبقى شابوه وهايل وعشرة على 10. اذا ما اتفقتش معاه فاحنا امام احد امرين: اما يجلبوا له عرض هو يرضى عنه وياخد فلوس اكتر من اللي كان بياخدها من النادي الاهلي، او هيعمل من بنها ويقول لك لا 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 انا قاعد، لان هو هنا عارف طبعا انه هو بيضغط على منطقه انه الاهلي خلاص تعاقد مع والتر بوالي. الايام القليله القادمه هتكشف لنا هذا الامر، لكن خليني انا اقول انه امير توفيق مره ثانيه شاطر،